السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع الدرس الثالث في الوحدة الثانية، وهنتكلم عن الملامح الحضارية لبعض الدول المستقلة في مصر مثل الدولة الأيوبية والدولة المملوكية. أول حاجة لازم نعرفها إن بعد انتهاء الدولة الفاطمية تعاقب على حكم مصر دولتان، وهما الدولة الأيوبية والدولة المملوكية. طب تعال نشوف ايه اللي حصل. قال لك تعرض العالم الإسلامي خلال عصر هاتين الدولتين اللي هي الدولة الأيوبية والمملوكية لأخطار خارجية تمثلت في، قال لك رقم واحد الحملات الصليبية، رقم اتنين المغول. عملت على تهديد حضارة العالم الإسلامي العريقة، ولكن كان لمصر دور كبير جدا في التصدي لتلك الأخطار وحماية العالم الإسلامي. يبقى اللي حمت العالم الإسلامي من أخطار الحملات الصليبية والمغول هي مصر، ومواصلة ركب الحضارة والتقدم. ونتعرف أولا على الدولة الأيوبية. طب اتأسست على يد مين؟ هنقول له صلاح الدين الأيوبي. يبقى تنسب الدولة الأيوبية إلى، قلنا، صلاح الدين الأيوبي. طب شملت الدولة الأيوبية، قال لك مصر، برقة، سمنة، بلاد الحجاز اللي هي مكة والمدينة، بلاد الشام، بلاد الأكراد واليمن. طب تعالوا نشوف بقى صلاح الدين الأيوبي، أهم أعماله، ومين هو أصلا صلاح الدين الأيوبي. قال لك هو صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب، من أصل كردي، جاء إلى مصر مع عمه أسد الدين شركوه، الذي كان على رأس الجيش الذي أرسله نور الدين محمود أمير الشام إلى مصر. طب اشمعنى؟ بما تفسر، قال لك لحسم نزاع داخلي بين وزيرين مصريين، كان واحد اسمه شور والتاني اسمه درغام. استطاع صلاح الدين الأيوبي إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر وإعلان قيام الدولة الأيوبية بعد ذلك. طب تعال نشوف أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي. قال لك رقم واحد، أعاد مصر كولاية تابعة، قال لك، للخلافة العباسية. اتخذ من مدينة القاهرة عاصمة لدولته اللي هي الدولة الأيوبية. رقم اتنين، قال لك عمل على نشر الأمن والأمان في مصر والبلاد المجاورة له. تلاتة، عمل على توسيع، قال لك، حدود دولته خارج مصر، لأنه ضم بعد كده بلاد الشام وبلاد الحجاز وشمال العراق. بدأ في بناء قلعة، قال لك، الجبل فين؟ قال لك بالقاهرة، بما تفسر لتكون مقرا للحكم وتدريب الجيش. هنعرف بقى كيف تصدى صلاح الدين الأيوبي للخطر الصليبي. تعال نشوف أول حاجة بما تفسر عرفت الحملات الصليبية بهذا الاسم ليه؟ هنقوله لأنهم اتخذوا من الصليب شعارا لهم، سواء على ملابسهم أو على دروعهم. قال لك توجه الصليبيون من أوروبا نحو الشرق الإسلامي في عدة حملات استمرت قد إيه؟ قال لك نحو 200 سنة. بدأت من عام 490 هجرية حتى عام 690 هجرية، ومن عام 1096 ميلادية حتى عام 1291 ميلادية. طب أسباب بقى الحملات الصليبية، قال لك رقم واحد في أسباب دينية، وهي، قال لك، رغبة الباباوات في أوروبا في الاستيلاء على، قال لك، الأراضي المقدسة بالشرق. في أسباب سياسية واقتصادية، مثل، قال لك، رغبة ملوك وأمراء أوروبا، قال لك، في إنشاء إمارات مستقلة لهم في الشرق والاستيلاء على خيراته. قال لك عندنا أسباب كمان اجتماعية، وهي رغبة سكان أوروبا من الطبقة، قال لك، الدنيا في التخلص من، قال لك، الأزمات الاجتماعية وكمان والاقتصادية. هنا بيوضح لك الصراع اللي حصل بين شور ودرغام في عهد آخر خلفاء الفاطميين العاضد، واستنجد كل منهما بقوة خارجية، حيث استنجد شور بنور الدين محمود واستنجد درغام بالصليبيين. طب هنا بقى بدأت مواجهة المسلمين للحملات الصليبية منذ اللحظة الأولى لهجومها على بلاد الشام. وأول حاجة معانا هي الحملة الصليبية الأولى. بما تفسر، نجحت الحملة الصليبية الأولى في تحقيق هدفها. قال لك رقم واحد، بسبب ضعف الخلافة العباسية. فين؟ قال لك في بغداد. رقم اتنين، عدم قدرة الخلافة العباسية على السيطرة على الولايات التابعة لها. تلاتة، ضعف الخلافة الفاطمية في مصر. طب ايه النتيجة المترتبة على الحملة الصليبية الأولى؟ قال لك نجحت في إقامة 3 إمارات صليبية ومملكة في العراق وبلاد الشام. طب تعالوا نركز كده يا جماعة. قال لك أول إمارة هي إمارة الرها، موجودة فين؟ قال لك شمال العراق. اتنين، إمارة أنطاكيا. تلاتة، إمارة طرابلس. أربعة، مملكة بيت المقدس، ودول كانوا في بلاد
الشام. ونركز كده يا جماعة على الخريطة، هنلاقي شمال العراق إمارة الرها، بعدها على طول إمارة أنطاكيا، بعدها إمارة طرابلس، بعد كده مملكة بيت المقدس. طب تعالوا نركز ونشوف صلاح الدين الأيوبي إزاي واجه خطر الصليبيين. قال لك يرجع الفضل الأكبر في التصدي للصليبيين واسترداد بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين إلى الدولة الأيوبية، والتي تصدت لأربع حملات صليبية. من أهم وأكبر قال لك الحملات التي خرجت من غرب أوروبا قاصدة مصر والشام. طب تعال نشوف صلاح الدين الأيوبي عمل إيه. قال لك رقم واحد تأمين طريق الحجاج، اتنين تأمين طرق قال لك القوافل التجارية بين مصر والشام، ولذلك عقد صلاح الدين الأيوبي هدنة مع ملك بيت المقدس وهو بلدوين الرابع. وكان من أهم الشروط التي تمسك بها صلاح الدين الأيوبي الشرط الذي يتعلق بحرية التجارة. طب ليه؟ قال لك لأن الطريق بين مصر والشام في الوقت ده كان بيتعرض باستمرار للأخطار الناتجة عن القتال بين المسلمين والصليبيين، ولكن هذه الهدنة استمرت؟ قال لك لا، لم تستمر، وظلت قوافل المسلمين تتعرض للأخطار، خاصة من أمير صليبي اسمه إرناط، وهيبقى له دور كبير جدا في حدوث معركة حطين. أطرافها قال لك المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين. طب تعالوا بقى نشوف أسباب معركة حطين. قال لك رقم واحد قيام إرناط أمير حصن الكرك التابع لمملكة بيت المقدس بخرق الهدنة التي كانت بين صلاح الدين الأيوبي والملك بلدوين الرابع. طب عمل إيه إرناط؟ قال لك رقم واحد فرض الإتاوة على قال لك القوافل التي تجتاز الكرك، يعني اللي بتعدي جنب حصن الكرك. اتنين قال لك مهاجمة قافلة كبيرة للمسلمين كانت متجهة من القاهرة إلى دمشق واستولى عليها وأسر رجالها. رقم اتنين قال لك رفض إرناط تنفيذ مطالب صلاح الدين الأيوبي. طب إيه كانت مطالب صلاح الدين؟ قال لك واحد رد ما استولى عليه من مال المسلمين. رقم اتنين إطلاق سراح الأسرى. رقم ثلاثة قال لك محاولة إرناط الهجوم على مقدسات المسلمين في مكة والمدينة، ولذلك قام صلاح الدين الأيوبي بالدفاع والدخول في حرب ضد الصليبيين. طب أحداثها بقى. قال لك رقم واحد عمل صلاح الدين الأيوبي على توحيد صفوف المسلمين، يبقى أول حاجة الوحدة. اتنين جهز جيشا ضخما من الدول التي تقع تحت سيطرته زي مصر والشام وشمال العراق. اتنين تقدم صلاح الدين الأيوبي بجيشه نحو بحيرة طبرية واستدرج الصليبيين إلى حطين حيث حاصروهم ومنع عنهم ماء البحيرة، فنفذ ما معهم من ماء وازداد بهم الظمأ واشتدت حرارة الجو. ثم حاصر المسلمون الصليبيين وأشعلوا النيران قال لك في الأعشاب اللي كانت موجودة حول معسكر الصليبيين. طب إيه النتيجة المترتبة بقى؟ قال لك رقم واحد انهيار الجيش الصليبي وهزيمته. اتنين وقوع ملك بيت المقدس وإرناط في الأسر وغيرهم من كبار قال لك الأمراء والفرسان. ولكن ماذا فعل صلاح الدين الأيوبي؟ قال لك عفى صلاح الدين عن ملك بيت المقدس، كما أطلق سراح عدد كبير من الفرسان مقابل إيه بقى؟ قال لك تسليمهم ما بأيديهم من قلاع، بينما قتل صلاح الدين إرناط جزاء لغدره بالمسلمين. يبقى صلاح الدين ضرب مثل للتسامح وسامح عن ملك بيت المقدس وبعض الأمراء الصليبيين. بعد معركة حطين سيطر صلاح الدين على عدد من قال لك المدن الساحلية وتوجه نحو بيت المقدس. فتح بيت المقدس ايه اللي حصل؟ قال لك حاصر صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس إلى أن تمكن من فتحه ودخوله، وقد صادف ذلك ذكرى الإسراء والمعراج، فاحتفل المسلمون احتفالا عظيما بمناسبة هذه الذكرى ودخولهم بيت المقدس بعد أن ظل في يد الصليبيين حوالي قد إيه؟ قال لك 90 عام من الاحتلال. طب تعالوا نشوف بقى موقف صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين وأهل بيت المقدس.
قال لك تسامح صلاح الدين مع الصليبيين في بيت المقدس وعفى عنهم. 2 قال لك أمن المسيحيين من أهل بيت المقدس على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم، وأعفى صلاح الدين الأيوبي عن الشيوخ والنساء والأطفال من دفع الجزية. ويعتبر موقف صلاح الدين عكس ما قام به الصليبيون عندما اقتحموا مدينة القدس، حيث قاموا بقتل عدد كبير جدا من أهلها من المسلمين واليهود والمسيحيين، وقتلوا الأطفال والنساء وأيضا الشيوخ. يبقى هنا في مقارنة بين موقف صلاح الدين الأيوبي لما دخل بيت المقدس وموقف الصليبيين عندما اقتحموا مدينة القدس. صلاح الدين تسامح وعفى عن أهل بيت المقدس والصليبيين، أما الصليبيين عندما دخلوا بيت المقدس قاموا بقتل عدد كبير من أهلها، سواء مسلمين أو يهود أو مسيحيين أو أطفال أو نساء أو شيوخ. وهنا في مواقف مضيئة في حياة صلاح الدين الأيوبي. دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس دون سفك نقطة دماء واحدة، وعامل أسرى بنبل، وسمح للأميرات الأوروبيات بمغادرة بيت المقدس دون أن يصبن بأذى. وعندما طلبنا من صلاح الدين الأيوبي إطلاق سراح أزواجهم وأبنائهم الذين أسروا، حرر صلاح الدين الأيوبي الأسرى، كما أن صلاح الدين كان كريما ينفق كل ما في يده في وجوه الخير، وقد بلغ من فرط كرمه وزهده أنه لم يكن لديه مال يتزكى به، ولما توفي لم يترك وراءه لا دارا ولا مزرعة. طيب إيه اللي حصل بعد فتح بيت المقدس؟ قال لك قام صلاح الدين بفتح عديد من المدن الساحلية زي مدينة عكا وحيفا وصيدا. طيب ايه اللي حصل بقى؟ قال لك موقف ملوك اوروبا من استرداد صلاح الدين الايوبي لبيت المقدس. الاوروبيين عملوا ايه؟ قال لك قاموا بارسال 3 من ملوك غرب اوروبا في حملة جديدة لاسترداد بيت المقدس من ايدي المسلمين، وهم ملك انجلترا قائد الحملة، ملك فرنسا، امبراطور المانيا. طب تعال نشوف الاحداث. رقم 1، غرق إمبراطور ألمانيا في أحد أنهار آسيا الصغرى وتشتت جيشه. 2، دب النزاع بين ملك فرنسا وملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد، فعاد ملك فرنسا إلى بلاده ولم يتبقى إلا ملك إنجلترا. 3، عجز ملك إنجلترا عن مواصلة الحرب مع صلاح الدين الأيوبي منفردا، فقرر عقد صلح الرملة. طب تعال نشوف بقى صلح الرملة إيه اللي حصل وأسبابه وشروطه وايه النتيجه المترتبه عليه. قال لك رقم 1 صلح الرمله، ايه اسبابه؟ قال لك عجز ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا عن مواصله الحرب ضد صلاح الدين الايوبي منفردا. اهم الشروط، قال لك اهم شروط صلح الرمله ان يظل بيت المقدس في ايدي المسلمين، يحق للصليبيين تأدية الحج إلى بيت المقدس، يعني يجوا يحجوا ببيت المقدس. 3، قال لك تظل المنطقة الساحلية الممتدة من صور إلى يافا في أيدي الصليبيين. كمان مرة شروط صلح الرملة، قال لك رقم 1 يظل بيت المقدس في أيدي المسلمين، الصليبيين من حقهم إن هم يحجوا في بيت المقدس، تظل المنطقة الساحلية من صور إلى يافا في أيدي مين؟ قلنا في أيدي الصليبيين. الحملات الصليبية بقى على مصر بعد صلح الرملة، بدأ الصليبيين يتوجهوا بحملاتهم نحو مصر رغم عقد صلح الرملة، إلا أن الصليبيين فكروا في ضرورة قال لك السيطرة على مين بقى؟ على مصر. طب ليه؟ بما تفسر؟ قال لك لأن مصر تمثل قلب المنطقة، فإذا استطاع الصليبيون الاستيلاء على مصر فإنهم بذلك يستطيعون رقم 1 قال لك الحفاظ على أسطولهم في البحر المتوسط قويا في وجه الأسطول قال لك الإسلام. قال لك رقم 2 التمكن من السيطرة على خيرات مصر، ولذلك توالت الحملات الصليبية على مصر، وقد تصدى لها ملوك الدولة الأيوبية ومن بعدهم المماليك الذين نجحوا في إنهاء الوجود الصليبي في مصر. طب تعال نشوف بقى مظاهر الحضارة في مصر في عصر الدولة الأيوبية.
رقم واحد الاهتمام بالجيش والأسطول. اتنين قال لك النهضة الاقتصادية. تلاتة النهضة العمرانية والعلمية. أول حاجة هنشوفها طبعا الجيش والأسطول. قال لك اهتم صلاح الدين الأيوبي وخلفائه بتأسيس جيش وأسطول بحري قوي. أي جيش وأسطول وظيفته إيه؟ قال لك حماية الحدود البرية وإيه كمان والبحرية للدولة الإسلامية. قال لك إيه كمان؟ تحصين الحدود المصرية. أنشأ العديد من المراكز قال لك لصناعة السفن الحربية زي دار صناعة الجزيرة، جزيرة منيا للروضة بالقاهرة. طب تعالوا نشوف في النشاط الاقتصادي. قال لك رقم واحد الزراعة. اهتم الأيوبيين بالزراعة. إيه الدليل؟ هتقول له رقم واحد طهر الترع، أقام الجسور، نظم وسائل قال لك الري، قام بزراعة أشجار الغابات. ليه؟ بما تفسر من أجل توفير الأخشاب اللازمة لبناء سفن الأسطول الإسلامي. طب في مجال التعدين قال لك اهتم الأيوبيين بالتعدين. ليه؟ قال لك من أجل استخراج المعادن. ليه محتاجين المعادن؟ قال لك لتصنيع الأسلحة والآلات والمعدات اللازمة للجيش الأيوبي. طب بالنسبة لمجال الصناعة قال لك ازدهرت عدد من الصناعات في عصر الأيوبيين زي قال لك الصناعات المعدنية. إيه كمان؟ قال لك صناعة النسيج من الكتان المصري والحرير الشامي وصناعة الزجاج. طب بالنسبة للتجارة قال لك ازدهرت التجارة في عصر الدولة الأيوبية وكانت مصر بمثابة همزة الوصل بين تجارة الشرق وتجارة الغرب. وتركزت الأسواق التجارية في مدن مثل القاهرة والإسكندرية. طب تعالوا بقى نركز ونشوف النهضة العمرانية والعلمية. قال لك اهتم الأيوبيون بواحد قال لك إنشاء أسوار حول المدن، إنشاء حصون وقلاع مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي في جزيرة فرعون بطابة. قال لك إنشاء المدارس والمساجد بما تفسر هنقول له لنشر تعاليم الإسلام، تشجيع العلماء والأدباء وده دليل على أنهم اهتموا بالعلم، إنشاء البيمارستانات أي المستشفيات. ودي صورة بتوضح قلعة صلاح الدين الأيوبي في جزيرة فرعون في طابة. وبكده احنا خلصنا الجزء الأول من الدرس واللي بيتمثل في الدولة الأيوبية، والمرة التانية هناخد الدولة المملوكية. وبكده احنا خلصنا الجزء دوت، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.